في مباراة ريال مدريد وموناكو في دوري الأبطال، وفي الوقت الذي كان فيه ريال مدريد متقدما بخماسية نظيفة، كانت مباراة محسومة، إيقاع هادئ ولاعبون في قمة الراحة. كان كل شيء مثاليا على الورق، لكن السؤال الحقيقي: أين هو الإشكال؟ الإشكال ليس في النتيجة بل في القرارات. وأنت فائز ب5، لماذا لا تترك مستنطون يكمل المباراة؟ لاعب شاب يسجل ويقدم إضافة لا بأس بها في تلك المباراة، وهو بحاجة إلى المزيد من الدقائق كي يخرج أحسن ما عنده، لكن المدرب يقوم بإخراجه ويدخل غارسيا دون أي ضرورة فنية. هنا يبدأ الشك: هل المدرب خائف من ردة فعل فينيسيوس، أم انزعاج مبابي، أم حساسية بيلينغهام؟ في مباريات محسومة الشيء الطبيعي أن تخرج اللاعبين الكبار وتقوم بإراحتهم، لكن في ريال مدريد الحالي هناك أسماء لا تمس مهما كان السيناريو. والأغرب من ذلك: لماذا الإصرار على إعادة تشاوميني إلى الدفاع؟ ولماذا يخرج أسينسيو بالضبط رغم أنه قدم مباراة مستقرة؟ هذا ليس قرار مباراة واحدة، بل هذا نمط متكرر. مدرب يدير الأسماء أكثر مما يدير المباراة، ويفكر في غرفة الملابس أكثر من تطور الفريق. ريال مدريد فاز نعم، لكن الفوز لا يجب أن يخفي الحقيقة. هنالك خوف في القرارات، وخوف المدرب هو أخطر شيء على أي مشروع.